للضباط المتقاعدين، وهو يتعلق بالتقاعد في سن مبكر، سن 40 سنة. هناك من أفراد القوات المسلحة من يتقاعد عند سن 40 أو عند حصوله على رتبة عقيد، وهذا قانون في القوات المسلحة، ولكنهم يطالبون بتعديل هذا القانون حتى يتيح لهم الاستفادة من هؤلاء الضباط أو من العاملين بالقوات المسلحة، خاصة وأنهم يكونوا عند سن 40 ما زالوا في سن الشباب. أيضا هناك مطالبات بأن يكون المرشح لرئيس الجمهورية ليس فقط مصري الجنسية، ولكن يكون من أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس. يضاف ليس عن طريق التجنس في الأبوين المصريين، أي أن يكونوا مصريين أبا عن جد. لعل هذه هي أبرز المطالب التي جاءت على لسان رجال القوات المسلحة المتقاعدين، وهي أول مرة في تاريخ إعداد الدساتير أن يستمع لهذه الشريحة المهمة التي تعبر عن المدرسة الوطنية كما وصفها الأستاذ سامح عاشور مقرر لجنة الحوار المجتمعي، وقد هنأهم في البداية وهنأ الشعب المصري بحلول أعياد 6 أكتوبر. نعم زميلتي أحمد، أود أن أسألك عن المؤتمر الصحفي الذي يعقده المتحدث الرسمي للجنة ال50 وأهم ما جاء فيه. نعم، للأسف الشديد نحن الآن بجوار القاعة التي يعقد بها المؤتمر الصحفي، ولكن علمنا منذ قليل أن هذا المؤتمر لن يعقد، وبالتالي لم يحدث أي اجتماع مع المتحدث الرسمي وهو الأستاذ محمد سلماوي عن النتائج التي توصلت لها باقي اللجان، لجنة نظام الحكم والمقومات الأساسية للدولة ولجنة الحقوق والحريات. هي تجتمع الآن، ولكن ألغي المؤتمر الصحفي الخاص على أن ينعقد يوم الأربعاء القادم. إذا بالتالي ليس لدينا أي معلومات عن ما يدور داخل هذه اللجان، وإن تسربت بعض المعلومات عن أن لجنة نظام الحكم تناقش الآن الباب الخاص بالقضاء. إذا شكرا لموفدنا إلى لجنة ال50 أحمد وجيه. يسود ميدان التحرير سيولة مرورية فيما خلا الميدان من